ألف مبروك للمغرب الفوز والتأهل التاريخي. المغرب منتخب عالمي، هو المرشح للفوز باللقب بعدما فاز على جميع المنتخبات، ويجب علينا أن نتعلم منه. منتخب المغرب واحد من أكبر المرشحين للفوز باللقب، بينهم تكامل وتواصل وتجانس. يكونوا يلعبوا في فريق واحد دائما ما يكون تنسيق فيما بينهم. هادو اشياء سيدي زوطوماتيزم يتعايشوا. مدرب صارم، مدرب عنده شخصيه قويه، مدرب اللي يحب يعني الاحتراف الحقيقي، يعني هذيك طريقه جديده بالنسبه لهم، وهذا شيء جد مهم بالنسبه لهذا المدرب اللي اعطى ومنتخب يرى ويستفاد. لما تشاهد اداء المنتخب تعرف انه مدربه يحسن قراءه المباريات قبل المباريات واثناء المباريات، تصرفاته داخل ارضيه الميدان، كيف يتصرف مع التشكيله مع التبديلات، تشعر كأن التغيير أعطاك نفس جديد ونفس آخر. ولا منتخب موجود في توقع التبسات تاع المنتخبات في الإفريقية في الكلاسمون قادر يكون في النهائي. أعتقد بأنه من اليوم ربما لا ندري. نقدر نقول لك بالك كسب خبرة اليوم بهذا الفريق اللي عنده والنتائج اللي دارهم في هذه الآونة الأخيرة هذه. أنا نقول باللي يقدر يفيد المنتخب، باسكو اليوم وتاع المروك ما نديروهاش علاه والفريق. الحمد لله الحمد لله، ألف مبروك، مليار مبروك، ملايير مبروك. كنا نحضروا فريق للدور الربع والنصف والنهائي لأنه هو الناس الصح، وهنا اللي خصك تدقدق عباد الله. اليوم احنا بدينا ندخلوهم في الصح. حتى الجمهور هو التالي كان يطلع الريتم بشويه بشويه، بصح اليوم تحيه لهم وبرافو للجماهير المغربيه اليوم اللي 70,000 تزكي. وهذا هو المنتخب ديال 2022. احنا رجعنا لكم هذيك الشراسه اللي كنتوا تدوروا عليها. ابراهيم دياز ميسي المغرب، ما شاء الله عليك، برافو عليك. اليوم شوف اقسم لكم بالله الا بالدموع باش ما بغاو لينا، وشفنا الحقره ملي بدات هذه البطوله وبنادم هاجم عليك ومضايقات منا والاعلام والصحافه طايحين. اليوم ما كان والو، حطيناهم رديناهم غير صغيورين، رديناهم كل شيء ما يبانوش بزاوز غير صغار كي هذوك اللي كانوا دايرين كي كاع الدول، رديناهم غير صغيورين. الحمد لله الانتصار بالنتيجه وبالاداء وكذا منا. ولكن قبل هذا الشيء كاين واحد الاعلام راح تكون تصور هنا ديال ابراهيم دياز وديال اللعابه وديال الحزب اللي شاداهم. اليوم الملايير تفرجوا في هذه المقابله هذه، ولكن بالاداء والنتيجه وندقدقوا اي واحد يجي انت احنا اليوم هما يجدوا لك قال لك شوف، قال لك خصك توجد الحاجه الكبيره. اليوم كانت صغيره قدام المنتخب المغربي. علاش؟ اللياقه البدنيه، الالتحامات، القوه البدنيه وروح المجموعه. مش عندك روح المجموعه ما تخافش. يا انا عارف غادي راه دوك تلفت لكم، راني عارف كل شيء اللي كيف تلفت لها، لانه ما يمكنش دخول هذاك الملعب قدام 70,000 قدام مع هذوك اللعابه. والله ما راك رجلك وسوا اللي جاي وملي جيت تلعب مع المغرب غتشوف هكا غادي يردوها غير صغيره المغرب. عليك سيباري اليوم شوف كاع تقاتلوا. ولكن انا الاول اللي عندي هو ابراهيم دياز، الثاني العيناوي، الثالث المزراوي. والعيناوي والمزراوي في نفس السيستم. هادو تقاتلوا. السيباري يستاهل حتى هو لانه ولا تروح المجموعه ديالو، لانه شوف. وبلال الخنوس ادى دور كبير اليوم. الانتصار سكت بزاف الافواج، سكت بنادم اللي كان تابع المنتخب. ها انتم سكتوا دركوا يسكتوا اش يبين لك في الميدان. كنت تقول له مع فريق ضعفاء، اليوم عامل لعب صغرها، ما بقات تحسب فريق كبير وفريق منا. يقحنكم اليوم. ومن يكون عندك 7 القجع اللي وريتكم في التصويره الاولى، من يكون داخل 7 القجع، ما هذاك الشيء ما جاي في الكار. انسان جاي في الكار شاد خدمته خدمه خالي اعمال، كنت تجوا في الكار جاي فيه مع اللعابه. هذا هو اللي باغيين يخدموا. جيت ما تقوت ما لا قال لك انا ضرب على الطاوله راني جاي. لا تقرب ابو غدا، انا قرب يلا هذا 4 وقرب نصار ربك. يلا سير روح تشوف غادي يصرى لك. والله دي 3 4 نورمال وتمشي. لو كان ذوك الفرص اللي ضاعوا وسجلوهم والله يديو 3 4 نورمال. تلعبوا قدام منتخب الرعب، المنتخب الاحسن في افريقيا. الحقيقه اليوم شفنا فريق المغرب جاوها 6 فرص سانحه للتسجيل. نعم صحيح. وتجي تشوف مثلا فهمتني لاعبي المغرب لو دونجي فيان دو بارتو. اتاكون الناس كل تنجم تماركي، سوليديتي ديفونسيف كبيره، غارديان كيف ديما حاضر. معناها تحس اللي هو فريق متكامل واللي الحقيقه تخدم بالضبط على عوام وتبعوه
وكيما حكينا ديما لي مويان سامح كملت، لازم منهم لي مويان، الفلوس لازم منها، تسهيلات لازم منها، الماده لازم منها، لكن صديقي زاد فما 50% فوار بلوس تاع حسن تدبير ومتاع التكتيك ومتاع فهمتني ولا استراتيجيه. نجم نطبقوا نموذج النجاح. نجم مش صعيب برشا، ماهوش صعيب برشا. معناها في اللي جون اسهل من كبار. نرجع لواقعنا مثل احنا دكتور قال النجم بالنسبه لي انا ما عنديش حتى 1% امل. مش توا لا توا لا 10 لا 20 سنه ما بيناتنا ان شاء الله ربي يحيينا ونتقابلوا 20 سنه مش نلقاو روحنا فرد وعشنا على عدد اخفاقات كبيره. هو دكتور قال كلمه باهيه كما قلنا راهو مش حكايه برشا مويا، يلزم ايمان بالفكره. راهو احنا على الاقل نتكلم على تونس اخر اهتماماتهم هي الرياضه. برا شوف انت البيجي المتوفر للرياضه تعرف حتى بالتشكيله هذه اللي كعملنا طلع فيها احنا ما فماش الملاعبيه اللي يكوروا في ديكيبات الكبار معشور، معناها ما كان حتى حد الامانه يتوقع باش تعدي. راهو اللي كون المنتخبات العربيه وحتى الافريقيه كي يعمل لك ان اكسبلوا ديما تو سويت ابري كالي tout de suite après يخرج كونتر l'adversaire le moins attendu. معناها ديما نقعدوا سير نوتر فان تقول كان ينجموا يعملوا تصريح اللي عملوا زبير معناها فهمني ولا الحقيقه قال لك عندهم كان الهدره واحنا مشينا وكليناهم وتصريح بتاع عبد واثق ويروحوا فهمني وعنده البوتنسيال وعنده التالون وعنده كل شيء. باقي متاخرين المغرب يعني علاش المغرب باقي متاخر وباقي كذا وباقي كذا، يلزمنا نعملوا استراتيجيه بور باش نكونوا مع العمالقه. اخر خطاب عملوا فوزي لقجع رئيس قبل ما يشاركوا في الكوب دي مون تاع موان 17 قال لهم شو عندنا ثقافه جديده، احنا نمشيو باش نفوزوا وليس باش نشاركوا. يجيب يزرع في الاولاد الصغار في ثقافه الفوز وثقافه التالق. 2006 بدايه المغرب، 2025 شامبيون دي موند موان 17 واسمع والفوتبول فيمينا والفوتبول تاع الشواطئ والفوتبول دو سال، ولكن الانفراستركتور ونعاود ديما مغرب ديما مغرب ديما مغرب ديما مغرب ديما مغرب